يا جماعة كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم كلكم يا رب ان شاء الله. النهاردة حابة اقول لكم على كل الجلسات اللي ممكن نعملها للنضارة. دايما الناس بتدور كده قبل المناسبات قبل الاعياد، عايزين وشنا يبقى فيه حيوية ونضارة حلوة. في حاجات كتيرة جدا ممكن تتعمل. اول حاجة طبعا ودي اللي عاملة ضجة كبيرة الفترة الاخيرة، السكين بوسترز او ابر النضارة. ان احنا عندنا كل حاجه، في ابر زي ابر العنبر، في الار ار اس، في كمان النيو فاوند، كلها انواع من السكين بوسترز حلوه جدا. بنعمل المفروض جلسه وبعديها باسبوعين او 21 يوم جلسه كمان، وبتدي جلو حلو للجلد، بتحسن ملمس الجلد. ده غير ان هي على اللونج ران او المدى الابعد كمان بتدعم الجلد وصحته وبتحفز الكولاجين. دي من الحاجات اللطيفه قوي، بتعتمد في تركيبها على الهيالورونيك اسيد، امينو اسيدز، بيبتايدز، فكلها غذاء للجلد وبتدي نضاره ملحوظه من يوم الجلسه. في كمان ممكن نعمل ايه؟ ممكن الفيلر. انا اتكلمت معاكم كذا مره ان احنا عايزين نغير الكونسبت بتاع ان الفيلر يبقى نفخ، ده مش حقيقي. ممكن جدا ان احنا نستخدم الفيلر ونحقنه بطريقه تدي للجلد حيويه ونضاره وشكل جميل. ممكن مثلا نعمل بيه كونتور للوش، ممكن لو ابتدى يحصل تهدل جامد وخطوط الابتسامه حفرت قوي نرفع الخدود، شكل الوش بيفرق جدا. لو الهالات اللي تحت العين بسبب تجويف بنملاه وبالتالي شكل الوش بيفرق او بيبقى فيه نضاره ملحوظه، دي اوبشن حلو جدا. في عندنا الديرما بين. الديرما بين ممكن تتعمل الجلسه، بس خلي بالنا بقى ما نجيش ليله المناسبه ونعمل ديرما بين. يعني بين من الحاجات الجميله جدا وبنستخدم معاها انواع مختلفه من الميزوثيرابي. في انواع امريكي حلوه جدا وفي انواع برده مصري كويسه. بنعمل الجلسه وبتدي نضاره ملحوظه قوي. اول ما يبتدي يحصل التئام للجلد ممكن نوظفها سواء كان للتفتيح او سواء كان لعلاج الندبات، او ناخد منها كمان اكتر من فايده. ايه كمان؟ التقشير البارد. التقشير البارد من الحاجات اللطيفه جدا لما بنعمل تقشير الجلد، خاصه الحالات اللي فيها تصبغات. ملمس الجلد ما بقاش احسن حاجه، ان احنا بنشيل الطبقه السطحيه من الجلد، التصبغات بتخف اقل حاجه درجه، ملمس الجلد بيتحسن جدا. اي روتين بنمشي عليه بعد كده جلدنا بيستفيد منه جدا. ايه كمان بيفرق في نضاره الجلد؟ البوتوكس. احنا متفقين ان اي خطوط بتبقى محفره في الجلد بتخلي شكله مش احسن حاجه، بتدينا سن اكبر. البوتوكس من الجلسات الجميله جدا، بتفرد الخطوط، بتشد الجلد وبتديله لمعه ونضاره وحيويه حلوه قوي. ايه كمان؟ جلسات البلازما، ويمكن دي من احلى واجمل الجلسات اللي دايما بنشوف لها نتيجه كويسه قوي، بالذات لما ننتظم عليها، سواء ليها تاثير لحظي بعد الجلسه او كمان فيما بعد عشان عمليه تحفيز الكولاجين. ممكن نعملها عن طريق الحقن او مع الديرما بين، ودي من اجمل جلسات النضاره الملحوظه برضو. اخر حاجه ومن الحاجات الجميله جدا في النضاره، وممكن كمان نعملها بقى دي لحد ليله المناسبه اللي عندنا، ممكن تتعمل لان ملهاش اي احتياطات بعديها، وبتدي نضاره ملحوظه بعدها وبتدي تحسن قوي جودة الجلد. بتنفع كمان ان احنا نعملها مع جلسات تانية، تهيئة للجلد، تنظيف وتحضير للجلد لأي جلسة تاني يستفيد منها اكتر. هي جلسات التنظيف الهيدروجيني وتحفيز الكولاجين، بيبقى فيه بعديها تحسن ملحوظ في ملمس الجلد. ده غير كمان ان هي ليها تأثير على المدى الابعد في عملية تحفيز الكولاجين. ده غير النظافة الفورية اللي بتحصل سواء كان للمسام او للرؤوس السوداء، والتنظيف والتقشير السطحي للجلد.